مشاهدينا الاعزاء المشاهدين من داخل الفعاليه تحديدا بنادي الوفاء بقاعه المخابرات العامه بكوبري القبه، وفعاليه جديده من فعاليات مؤتمر التدريب حياه 3 حاملا بعنوانا الذكاء الاصطناعي وبدايه جديده تحت رعايه واشراف مركز المنتدى العالمي للتنميه والموارد البشريه بمحافظه الشرقيه. وسعدنا وشرفنا ان نلتقي بهذا اللقاء المثمر مع معالي الدكتور اسامه ابراهيم. اهلا وسهلا بك. اسامه احمد ابراهيم رئيسا للمؤتمر يا فندم. الله يخليك. اهلا وسهلا بحضرتك. الاول شرفتونا ونورتونا، وان شاء الله يكونوا شوفوا حلو علينا ان شاء الله زي المؤتمرات اللي قبل كده. احنا الحمد لله عملنا مؤتمرين. المؤتمر الاولاني كان اسمه مؤتمر تدريب حياه، بعد كده خدنا المؤتمر الثاني تدريب حياه برضو، استقينا بقى الاسم الاسره والمجتمع، بحيث ان احنا نناقش مشاكل الاسره والمجتمع في المؤتمر الثاني. المؤتمر الثالث خدنا العنوان الذكاء الاصطناعي وبدايه جديده لمبادره السيد رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي، طبعا مبادره اللي هي بناء بدايه جديده لبناء الانسان المصري. وخدنا الذكاء الاصطناعي لان هو من ضمن الحاجات اللي في رؤيه 2030 التحول الرقمي عن طريق التنميه المستدامه، والذكاء الاصطناعي من ضمن الحاجات اللي بتندرج تحت التحول الرقمي. وتعريفه بسيط جدا ان هو القدره على التعليم والتفكير وحل المشكلات مثل زي الانسان بالظبط الطبيعي، بس عن طريق الروبوت يعني. هل الذكاء الاصطناعي في مجتمعنا هنا الشرقي يمكن بجانب اختلاف عن المجتمع الغربي هل ليه اضرار؟ وعايزين نعرف زي ما ليه ايجابيات سرعه في الوقت وبيوفر فلوس كتير ومصانع وشركات ودخل كتير، هل ليه سلبيات؟ طبعا هو ليه زي ما انت قلت كده ايجابيات، من ضمنها ان هو بيوفر وقت وجهد. سلبيات بقى طبعا عكسها، ان هو هيوفر وقت وجهد للعماله اللي موجودين، فهيبدا منتجه اكتر، استغناء منتجه اكتر، بس هيستغنوا عن عماله البشريه، عن قوه بشريه هيحط مكانها الانسان الالي او عن طريق الذكاء الاصطناعي. في مجتمعنا ده طيب يمكن القوى البشريه هيبقى فيه ركود، انعزال، وحده. لما انا اتعامل الكترونيا بالاله اللي قدامي في المصنع او الشركه وبتاع، طبعا ممكن يكون في طبعا يبقى في استغناء، طبعا انا سوري ان انا اقولها عن القوى البشريه. طب نتيجته ايه واحلاله ايه خصوصا في مجتمعنا هذا المدني؟ هو زي ما قلت لك كده الذكاء الاصطناعي جزء من التحول الرقمي، والدوله بتتبنى ان احنا في رؤيه 2030 ان احنا يبقى في تحول رقمي لجميع المؤسسات. فمن خلال كده ان الذكاء الاصطناعي احد التطبيقات اللي بتستخدم للتحول الرقمي ده اللي الدوله بتعمله عشان تنميه مستدامه للجميع يعني. يبقى لازم يكون في مواكبه للعصر الحديث مع العماله البشريه، ياخدوا دورات تدريبيه اكاديميه هنا في المكان عشان حتى لو نقدر نوصل ل 60 او 65% اسم، عشان ما يبقاش في انحلال للقوى البشريه والعماله. احنا طبعا اتكلمنا برضو عن اختيارك المكان الجميل ده، ازاي وجي امتى الفكره دي؟ هو طبعا شكر للدكتور محمد ابو زيد التنفيذي، هو الرئيس الشرفي للمؤتمر. هو بصراحه اللي اقترح عليا ان احنا نعمل مؤتمر في القاهره، وبعض الزملاء برضو من الشرقيه انا عملت المؤتمرين الاولاني والثاني على فكره في الزقازيق في محافظه الشرقيه. المؤتمر الثالث بناء على رغبه الزملاء عملناه قلنا في القاهره عشان قريب ليهم مسافه وشرفونا وكده، مكان استراتيجي مفيش احسن من كده. فالحمد لله دي حاجه ثانيه. زي ما اقول لحضرتك في مشاركين كتير معانا ان شاء الله، بوراق عمل كتيره بتتعلق بالذكاء الاصطناعي هيكونوا موجودين معانا النهارده ان شاء الله. دايما مميز في شغلك في مؤتمراتك، في تنظيم، في كمان حتى الضيوف اللي بحضرتك سيادتك بتجيبهم في نفس التخصص والمجالات، ومش بس كده في مجالات اخرى، بس بجد بجد احنا اتشرفنا بيهم فعلا في لقاءات معهم هنا في هذا البرنامج بتاعنا. وان شاء الله يبقى دايما في تميز وتقدم، دايما مؤتمرات 1 و2 و3 واكثر من ذلك، والنجاح يا رب ان شاء الله ما يكونش اخر لقاء مع حضرتك يا فندم، دايما لقاءات اخرى مع بعض. وتحياتي ليك يا فندم، واسيبك بقى انا خطفناك من الاجواء تكريمات بقى شكرا جدا لحضرتك، واتمنى طبعا ان احنا نستمر في مواصله النجاح دوت بوجودكم معانا ان شاء الله وتشريفكم لينا، واهلا وسهلا بكم. نشكر بقى دكتور اسامه احمد ابراهيم رئيس المؤتمر، وان شاء الله انتظرونا في لقاء اخر. شكرا. شكرا.